في اللحظة دي انت بتقف قدام حاجة انت مش عارفها ولا عارف هي جاية منين ولا رايحة على فين، بس بتحس انها مش طبيعية، زي لمسة هواء ساقع بيعدي من جنب ودنك. بالرغم ان مفيش شباك مفتوح اصلا. الليلة احنا مش بنتكلم عن فيروس ولا حتى وباء عادي، احنا بنتكلم عن ملف كل ما حد يقرب يفتحه بتحصل له حاجة غريبة. بوستات بتختفي، ناس بتسكت، معلومات بتختفي من قبل حتى ما تذكر. النهاردة ديستوبيا بتفتح باب اسمه فيروس نيمبوس، الظل اللي ملوش صاحب. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن. ديستوبيا. كل حاجة بدأت بمنشور بسيط، صورة لإيد حد وعليها بقعة لونها فاتح وتحتيها واحد كاتب: لو شفت العلامة دي ابعت لي بسرعة. الموضوع مش صداع. والمنشور عاش 10 دقايق وبعدها اختفى. مش بس المنشور، ده المنشور وصاحب الحساب كمان. ومن هنا الاسم بدأ يطلع نيمبوس. اسم ملوش معنى ولا ليه مصدر، بس الناس حست ان هو مش مجرد خرافة. والناس اللي اتكلمت عن نيمبوس ما وصفتش اعراض واضحة، وهو ده اللي خلى الموضوع مريب اكتر. والاعراض كانت بتختلف من شخص للتاني، ولكن في 3 اعراض مشتركة وكانت بتتكرر كأنها توقيع الفيروس. ضباب ثواني في الرؤية لمجرد ثواني قليلة، بس بيسيب وراه احساس ان في حاجة اتغيرت، وتسارع دقات القلب في اوقات غريبة، وانت سايق وانت نايم وانت قاعد، ولحظة نسيان، بس مش نسيان عادي. 30 ثانية من يومك بتختفي وكأنها ما جاتش، وكأن حد عمل قط في شريط حياتك. وفي ناس قالت إن جلدهم بقى حساس للضوء، وفي ناس تانية قالت إن ودنهم بقت تسمع صفارة خفيفة قبل النوم، وفي ناس تالتة قالت إن بيحسوا إن في حد واقف وراهم، لكن كل ما تبص ما يلاقوش حد. وطبعا أول سؤال اتسأل: هو ده فيروس جديد زي كورونا؟ بس كل مقارنة ما بين الاتنين بتوصل لنفس النتيجة. كورونا كان واضح وكان فيروس معروف، قدروا يشوفوا تركيبه ويحددوا مصدره ويدرسوا سلوكه. إنما نيمبوس مش واضح، لا تحليل ولا تسلسل جيني ولا مصدر ولا حتى بلد واحدة أعلنت عنه. علميا مفيش حاجة اسمها نيمبوس، لكن اجتماعيا انتشاره مخيف أكتر من أي فيروس. وهيجي واحد نبيه بقى ويسألني سؤال: هل نيمبوس مصنوع أم مخلوق؟ وهنا بقى هنخش للمنطقة اللي محدش بيحب يدخلها. في ناس بتقول إن نيمبوس ده مش طبيعي، وإنه ناتج عن تجربة اتسربت من معمل سري. تجربة مش هدفها إن هي تقتل، لا، إنها تقيس بس رد فعل الناس. وفي احتمال تاني بيقولك إن نيمبوس ده مجرد اسم كودي لحاجة شغالة عليها شركات كبيرة في السوق، حاجة هدفها جمع بيانات معينة من البشر من غير ما ياخدوا بالهم. وفي رأي للأسف أغمى بيقول إن نيمبوس مش فيروس أصلا، ولكن ده اختبار لقدرة الإنترنت على نشر رعب جديد. رعب ملوش جسم، ملوش مصدر، ملوش عدو، لكن بيأثر. وعلى فكرة ده أخطر من أي عدو. هيجي واحد تاني نبيه ويسألني: من أين أتى؟ لو دخلت على المنتديات المجهولة أو اللي بنسميها الدارك ويب هتلاقي ناس بتقسم إن نيمبوس ظهر في منطقة صناعية معينة، وناس تانية بتقول إنه ظهر بعد تجربة في معمل أوروبي، وناس تالتة بتقول زي ما قالت في أول الحلقة إن الموضوع كله بدأ مع باحث اتكلم عن فيروس ضوئي، وبعد ما اتكلم ب 48 ساعة أعلن وفاته. أنا ما أقدرش أقول حاجة، بس مفيش رواية مؤكدة. بس عارف الغريب في إيه؟ إن كل الروايات متشابهة في حاجة واحدة بس، إن اللي عارف اختفى. نيمبوس مش فيروس، نيمبوس فكرة، والفكرة لما بتدخل دماغ بشر مفيش لقاح يقدر يوقفها. في خوف احنا اللي نفسنا بنكبره، وفي معلومات حد بيشيلها، وفي خط ما بين الحقيقة والكذب. وعارف الخط ده؟ نيمبوس واقف فوق. واسأل نفسك: لو هو فعلا موجود، هو ليه احنا مش مسموح لنا ان احنا نعرف؟ للأسف في عالم من العوالم اللي عايشينها الخطر الحقيقي مش اللي بيصيبك، لكن اللي بيخليك تشك في انك مصاب. وده اقوى سلاح اتصنع في تاريخ البشرية. وهنا بنختم حلقتنا بديستوبيا. ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.